السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي قناتي، قناة سوسو أحمد. النهاردة هنعمل مع بعض غدا بسيط. زي ما انتوا شايفين كده. أول حاجة بنسلق الفراخ سلق عادي. بحط لها ورق لورا وبصل وتوم في الشوربة بتاعتها. أتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلوا كل جديد، وتدوسوا لايك وتشجعونا يا جماعة بلايكاتكم. بس هنا بقى حطيت الفرخة تتسلق زي ما انتوا حضراتكم شايفين. و- وهنا بقى هبتدي احمر الرز. هنعمل النهاردة رز وملوخية. اهو بقى حطيت الشعرية اهو. بفضل اقلب فيها كده عشان ما تبقاش واحدة غير واحدة، يعني تبقى كلها لون موحد. بفضل اقلب فيها كده لغاية ما تبقى لون موحد تماما. اهو زي ما انتوا شايفين كده بقلب فيها على طول، ما بحطش ايدي منها غير لما تاخد لون، عشان ما يبقاش لون غير لون، تبقى كلها لون واحد. تمام. اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. متنسوش تحطوا لايك يا حبايبي. وهنا بقى ببتدي انزل بالرز واقلبه كده. هنا بقى بشوح الرز تشويح. بعد ما كنت الرز غسلاه كويس ومصفياه، هنا بقى نزلت بيه على الشعرية وافضل اشوح فيه. وبعد كده بقى بطشه بالشوربة. اها. بفضل اشوح فيه كده بقى بعد ما كنت غسلاه كويس. تمام. هنا بقى زيته بالشوربة بتاعته. اهو بظبط له الشوربة عشان ما يتعجنش مني ويبقى مظبوط. والملح بتاعه ظبطته زي ما انتم شايفين كده. اهو. هنا بقى الفراخ برضو براها لكم كده. الفراخ اهي جربت تستوي. اهو هنا الرز بقى اتشرب، هبتدي بقى اهدي عليه النار. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده الرز استوى. شايفين؟ مفلفل بقى الرز برزيت. فلفل زي ما انتوا شايفين قدامكم يا حبايبي. وهنا بقى هنبتدي نعمل الملوخية. الملوخية بأسهل طريقة. هنا بحط في الشوربة معلقة توم على كزبرة ناشفة. بصوا بتغلي كده مع الشوربة شوية قبل ما احط الملوخية، بتودي الطعم في حتة تانية خالص. ما تنسوش تحطوا لايك يا جماعة لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة وتشجعوني كده عشان القناة تكبر بيكم يا جماعة. اهو هنا الشوربة غلت، هنزل بالملوخية بقى. هنا بقى وبفضل بقلب كده زي ما انتوا شايفين في الملوخية عشان بقى تعمل معايا عرق. اهو زي ما انتوا شايفين كده بقلب بيها. شايفين خضر الملوخية حلوة كيف؟ ملوخية خضرة وجميلة. هنا بفضل بقلب فيها عشان تعمل معايا عرق. بديها غلوة واحدة بس، وبعد كده بقى بعمل لها طشة الثوم بتاعتها.
مهم. زي ما انتوا شايفين طشة التوم، كزبرة ناشفة وتوم وحبة ملح. هنا بقى طشيت الملوخية زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله الملوخية بقى حاجة كده ما شاء الله. بصوا خضار الملوخية، الملوخية بس فيها عرق ما شاء الله. وهنا بقى هبتدي أحمر الفراخ بعد ما اتسلقت. غدا بسيط يعني كده، ما فيهوش أي افتكاسات خالص، يعني ملوخية ورز بشعرية وفراخ. طبعا كلكم شاطرين وعارفاكم بتعملوا أحسن من كده، بس قلنا يعني هو نشارك بعض يا حبايب قلبي. مش كده بقى الفراخ بعد ما اتحمرت بطلعها من الطاسة اهو، شايفين زي ما بقت كده بالظبط. مم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله هنا بقى الغدا بعد ما خلص. اه الرز استوى والملوخية. دي بقى سفر، ده بقى غدانا البسيط يا جماعة ان شاء الله. انا بقى بعد الغدا ما استوى كده غرفت الاكل كله اهو. الملوخية والليمون بقى عشان الملوخية الخضراء ما بتحلاش غير من غير الليمون.